فيديو النهارده فيديو مختلف، هحطم لك كل الاساطير اللي اتقالت على العيش الاسمر وانه صحي وانه بديل صحي للعيش الابيض اللي احنا بناكله عادي. اهلا مسا عليكم يا جماويه، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معكم محمد عواد هنا في القناه. لو انت اول مره تشوفني بنتكلم عن صحتك وتغذيتك وتمرينك. محدش قال لي ايه رايه في السيت اب الجديد. ايه رأي حضرتك في السويد؟ فيديو النهارده هقول لك شويه معلومات وايه الفرق بين العيش الابيض والعيش الاسمر، وهل فعلا زي ما بيتروج له ان هو العيش الاسمر ده بديل صحي وانه مش بيساعد على زياده الوزن. فهنعرف كل ده بالتفصيل. اول حاجه بص معايا، انا جبت لك ايه حاجه مكتوب عليها اهو، توست مكتوب عليه ريجيم، ماشي؟ ده مكتوب عليه ريجيم. تعالى بقى نقرا ايه المكونات بتاعته. دقيق قمح فاخر، رده، ميه، زيوت نباتيه، سكر، ملح، خميره، طحين الصويا، محسنات الخبز مسموح بيها. المكونات طبعا كلها ملهاش اي دعوه بالرجيم وبالدايت. محطوط لك سكر، محطوط لك دقيق، الحاجات دي كلها ملهاش علاقه بالدايت، وده منتج مكتوب عليه دايت، فما بالك بقيه المنتجات. عايزين بس نعرف ايه هو مكونات العيش الاسمر ده وايه اما بيخش الجسم بيشتغل ازاي. دلوقتي اول حاجه عندنا حاجه اسمها الجلايسيميك اندكس او المؤشر السكري. المؤشر السكري ده بقى ايه المرجع بتاعك في الاكل. اي حاجه بتحطها في بقك بيبقى ليها مؤشر سكري. المؤشر السكري ده كل ما زاد كل ما الاكل ده هيكون ليه ضرر كبير قوي على جسمك، وانه هيزود سكر الدم في جسمك وهيعلي الانسولين. الاتنين دول لو زادوا يبقى انت جسمك مش هيحرق دهون وهيخزن دهون. كل ما المؤشر السكري زاد كل ما يبقى خطر على جسمك. لو عايز تعرف اي اكله في الدنيا عايز تعرف المؤشر السكري بتاعها، خش على جوجل، اكتب الكلمه اللي انت عايز تبحث عنها واكتب جنبها جلايسيميك اندكس، هيديك الرقم. بالنسبه للمؤشر السكري دلوقتي اقل من ال 55 يبقى انت كده تمام، يبقى كده الاكل اللي انت بتاكله ده كويس، ما فيهوش ضرر كبير قوي ومش هيعلي لك السكر. لو بين ال 55 لل 69 زي ما احط لك في الصوره هنا كده، خلي الصوره دي كده مرجع معاك، من ال 55 لل 69 ده كده برضه شغال، يعني ايه متحكم شويه انت في سكر الدم. اعلى من ال 70 يبقى انت كده شكرا، يبقى انت كده السكر في دمك هيعلى جدا. دي كده من الاطعمه الخطر جدا. دلوقتي احنا لو بصينا على العيش الابيض والعيش الاسمر هنلاقي الاثنين قريبين جدا من بعض، واحد 70 وواحد 69 حاجه زي كده، مفيش فرق بينهم. مش زي ما هو بيتقال ان هو الخبز الاسمر ده او العيش الاسمر ده احسن في الدايت. الاثنين يعتبروا زي بعض، الاثنين هيعلوا معاك سكر الدم وهيعلوا نسبه الانسولين في جسمك قوي كده. يبقى احنا عرفنا اول حاجه ان هو مفيش فرق بين العيش الاسمر والعيش الابيض. اي حد يقول لك كل عيش اسمر عشان الدايت وعشان هينزل لك وزنك، قول له انت غلطان. تاني حاجه موجوده في العيش الاسمر حاجه اسمها الجلوتين. الجلوتين ده عباره عن نوع من انواع البروتينات، جسمك بيعاني جدا ان هو يهضمه. الجلوتين ده هيعمل لك مشاكل في القولون، هيعمل لك مشاكل في الهضم، من الاخر كده هيتعب لك جسمك وهيتعب لك معدتك. خلي بالك من النقطه دي، ان الجلوتين بيبقى فيه ناس بتتاثر بيه وناس لا. يعني انت ممكن تاكل حاجه فيها جلوتين جسمك ما يتاثرش، ناس تانية تاكل الجلوتين تتبهدل. تالت حاجة موجودة في العيش الأسمر حاجة اسمها الفايتيك أسيد. الفايتيك أسيد دي مادة مشهورة جدا ومادة تعتبر خطر جدا على جسم الإنسان. الفايتيك أسيد باختصار بسيط كده بتمنع إن جسمك يمتص المعادن اللي في الأكل. المعادن بقى زي النحاس، زي الحديد، زي الزنك، الحاجات دي كلها جسمك ما بيقدرش يستفاد بيها وما بيقدرش يمتصها. ده لو أنت أكلت العيش أو أي وجبة بعديها جسمك ما بيقدرش يمتص المعادن دي خالص. دي خطورة الفايتيك أسيد. طيب الخلاصة، أنت دلوقتي عمال تقول لنا العيش الأبيض مش كويس والعيش البني مش كويس، هناكل ايه؟ بص عندك كذا اختيار. اول حاجه هتعمل شوفان. الشوفان ده يعتبر من اقوى الكربوهيدرات اللي موجوده على وجه الارض. المؤشر الجلايسيميك بتاعها حوالي 55 50 حاجه زي كده، يعني لما تاكله هيفيدك ومش هيعلم معاك نسبه السكر في الدم. عندك الشوفان. عندك الرز البني، ده فعلا بقى الانضف من الرز الابيض. الرز الابيض من اكتر الحاجات اللي بتعلي سكر الدم. الرز البني لا، الرز البني ما فيهوش جلوتين. والناس اللي بتسالني على بديل للعيش، طب انا في دلوقتي اكلات ما ينفعش اكلها غير بعيش. عندك مثلا جبنه قريش، عندك اي حاجه تانية عايز تاكلها بعيش، هعمل ايه؟ اما العيش كله مضر. ما تنساش بقى تشترك في القناه عشان انا باذن الله قريب هعمل طريقه عمل عيش الشوفان. عيش الشوفان ده افضل عيش ممكن تاكله في حياتك. ما تنساش بقى تشترك في القناه عشان الفيديو ده ما يفوتكش. نقطه تانية عشان نبقى نخلص الفيديو. لو انت واحد دلوقتي بتدور انك تقل في الوزن، عامل دايت وعايز تخسر الدهون اللي في جسمك، حاول على قد ما تقدر تتحكم في نسبة الانسولين في دمك، ما تخليهاش تعلى وما تخليش الانسولين في جسمك يعمل سبايك.
الحركه دي خطر جدا. الحركه دي ممكن مسموحه لك في مره واحده في اليوم بعد التمرين. بعد التمرين ممكن تاكل حاجه فيها المؤشر الجلايسيميك بتاعها عالي عشان يعمل معاك الانسولين سبايك، يبقى كده عضلاتك هتتغذى وجسمك هيستفاد اكبر استفاده. غير كده طول اليوم حاول خلي دايما السكر تحت السيطره. كده اكون خلصت حلقه النهارده. ما تنساش لو الحلقه عجبتك تعمل لايك، تشترك في القناه، تشغل الجرس عشان الجرس مهم جدا اول ما انزل فيديو يجي لك. لو عندك اي سؤال اكتبه لي تحت في الكومنتس. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.